بسم الله الرحمن الرحيم. في قناتنا هنا يا مرات اخويا انا خوخه، يلا نعمل بيتزا سريعه ومش مكلفه وحاجه يعني ايه جديده كده يعني. انا بشوف اطفالي على طول بيقفوا كده، فانا قلت اعملها يعني على الموضوع ده. شوف الافران كلها بتعمل. احنا جبنا كيلو ونص دقيق، ده كيلو ونص دقيق، وهنحط ملح، وهنحط معلقه سكر، وهنحط شويه خميره، مش الباكو كله اهو. شوفوا انا بوريه لكم اهو، حبه بس كده، ربع الباكو على الكيلو ونص. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها، يعني حسب افراد اسرتك، يعني تعملي الكميه اللي انت عايزاها. الميه بقى انا هتبقى فتره كده، بس انا مش هحددها قد ايه عشان حسب دقيقك ما هيقبل. هتفضلي تحطي وتعجني لحد ما ايه، ما دقيقك يقبل خلاص، يبقى ما عدتش تحطي. تمام. وهحط معاه ايه ماده دهنيه كده، بس ايه اما ايه نعجن شويه عشان نشرب الدقيق في الميه كله. اهو نحط كل ما الدقيق نشربه نحط تاني ونعجن اهو. تمام اهو. اهو هنحط بقى ايه، لسه ما خلصناش. الميه كل ما هو يقبل حطي لحد ما العجينة تبقى ايه طرية وناعمة معاكي. هي حاجة جديدة كده، انا الافران كلها بتعملها وبناتي على طول بيحبوها، فانا قلت اعملها ونجربها معاكم. هي ما بتاخدش اي حاجة ولا اي وقت ولا اي مجهود. انا بس بحب اعجن بايدي، ما بحبش العجانة. المادة الدهنية زيت، شوية زيت كده عشان ايه نحطها. يعني انت ممكن برضو تحطي علبة زبادي فيها برضو بالطريقة وتخليها حلوة، فبتحطي برضو ممكن تحطي علبة زبادي فيها اهي. تمام اهي. شفتي بقى لما الزيت اتحط فيها المادة الدهنية ديت عملت فيها ايه؟ بقت حلوه اهيت. وقاعده على الارض طبعا، ما بحبش اقعد الا على الارض، خلي البساط احمدي طيب. خوخه بقى وعمايلها. ويلا يا اخت جوزي، شوفي هتعملي فيا ايه لما تشوف الفيديو ده. شوف هيعجبك برضه ولا مش هيعجبك، ولا هتخيلي عليه برضه. شوف العجن بقى واللت بتاع الفلاحين بقى واصوله. يا سلام عليك يا خوخ. اهي بدات تنعم في ايدي اهيت. انا مش راضيه اسرع الفيديو اكتر من كده اهيت. بصي نعمت في ايدك اهيت وبقت حلوه. هنسيبها برضه تختمر شويه وترتفع كده وتهدى. وبعدين ايه هنغطيها، وبعدين هنيجي ايه نكورها كده كور صغيره ايه ونخبزها بعد ما اختمرت اهيت اهي. اهي شفتوا المنظر. لازم بقى نهبطها بعد ما تختمر، لازم نهبطها. وهنجيب صينيه وهندهنها زيت اهي. وهنرص فيها يعني نكورها كور صغيره كده ونحطها فيها. مش البيتزا اللي هي الكبيره قوي دي تحس ان هي ميني بيتزا. بيتزا صغننه كده. دي الاطفال كلها بيحبوها. وبقى هتستعمليها في اي مكان هتروحي فيه، يعني مش لازم تشيلي البيتزا الكبيره ديت، لا هتبقى بيتزا صغيره كده. واطفالك يعملوها زي السندوتش كده وياكلوها اهيت. شوفوا الكرة بتاعتها عاملة ازاي، حاجة متوسطة كده لكبيرة. حاجة يعني كبيرة عن السفندية، حاجة بسيطة كده. ونقرص بقى الكمية كلها اهي. حبيت اقرص لك كام واحدة كده عشان ايه تعرفي تقرصيها اهيت اهي. تمام اهي. هنعمل بقى الكمية كلها بنفس الطريقة ديت. انت بقى حسب اللي انت عايزاه بقى، الكمية اللي انت عايزاها كيلو، كيلو ونص الدقيق حسب احنا خلصناها تكوير كلها اهيت. اهي خلصناها. وهنبدأ بقى ايه نسيبها ترتفع كده شوية. وبعدين ايه ناخد بقى اللي احنا قرصناها في الاول، اللي هو كورناه في الاول بيبقى ارتفع، فبناخده ايه ونبططه. هتبقى البيتزا ديت حاجه صغيره كده. هنجيب بقى المكونات ديت. جبنه، اللهم صل على النبي، ديت زعتر على جبنه قريش. ده زعتر على جبنه قريش. على فكره الجبنه القريش فيها مطه وبتبقى حلوه قوي في البيتزا. انا بحبها طبعا في البيتزا. كانت حماتي معلماها لي. ودي جبنه موتزاريلا على جبنه رومي. وده زيتون من بتاعي، انا ما جبتش زيتون من اللي هو مخرم، انا قطعت زيتون. وده طماطم وده فلفل. وده الصلصه ايه اللي احنا عملناها عشان ندهنها بيها. تمام. هنجيب بقى ايه اللي احنا كنا مكورينه في الاول، ونبدا فيه تبطيط. بيكون ايه ارتفع معاكي شويه اهو. ونبططه حاجه صغيره كده. شفت البيتزا الصغيره دي ولادك بقى هيعشقوها. هيعرف يمسكها، هيعرف ياخدها معاه في اي مكان. هتبقى تحفه اهيت. هنعبزها يعني هنوريكم السمك بتاعها برضو اهو. تمام. وهندهن الصينيه زيت، ماده دهنيه كده اهيت. وهنرصها فيها عشان ندخلها ايه الفرن اهي. تمام اهي. هي لزقت مني لان انا ما كنتش حطيت ماده دهنيه تحت، فلزقت مني اهي. فاحنا هنظبط الدنيا اهوت اهي. هي كان المفروض دقيق، بس انا بحب احطها ماده دهنيه. اداه واحده تانية اهيت. حطيت الماده الدهنيه وطلعت. شوف السمك بتاعها بيبقى عامل ازاي اهي. ولسه برضه هتختمر معاكي شويه برضه اهي. احنا عملنا كميه اهيت. هذا الصينيه الاولانيه ده كيلو ونص، هيعملوا كميه كبيره اهيت. وهنخبزها حلو كده ونعمل لها حرف ايه ونعملها نفس الحجم ده. عشان برضو على فكره انا اطفالي لما بيروحوا الفرن بيلاقوها يقولوا عايزين بيتزا. طب ما احنا بنعمل بيتزا عندنا، بس لا ده بيتزا صغيره كده بيشوفوها بيحبوها عشان هم صغيرين، فشايفين الصغير هو الاحلى يعني. فانا قلت نجربها معاكم ونعمل. شوف انا بعمل لها الحرف ازاي اهو.
ده الحرف بتاعها زي البيتزا الكبيره بالظبط اهو، شفتي؟ ايوه كده الحرف بتاعها كده، ونرصها في الصينيه، ونجيب اللي بعده ونرصها في الصينيه. يا سلام يا خوخه، يا سلام. ما هو اللي عنده اطفال لازم يعمل اي حاجه عشان تعجبهم عشان ياكلوا، لان هم بيغلبونا طبعا في الاكل وكده، فلازم نديلهم اللي يعجبهم عشان ياكلوا. اهي شفتوا؟ اهي الرسمه اهي. اهي كده بقى ايه، هنجيب شوكه بعد ما خلصنا الكميه كلها، وهنخرم برضو كده. هي نفس البيتزا الكبيره بس احنا عاملينها ميني بيتزا صغنونه، شكل اطفالنا الصغيره. إيه، قطه ووزه على فكره فرحانين قوي ان انا بعملها لهم لان هم بيحبوها قوي. تمام. اهيت. هنجيب بقى الصلصه وندهن. هي كان المفروض مش بالمعلقه ديت، بس هنجرب لان الفرشه بتفرد اكتر من المعلقه ديت عليها. شوف شكل الصلصه جميل جدا ازاي. اهيت احنا كنا مجهزين كل حاجه طبعا عشان احنا عايزين دي بقى تعملها بقى الفطار، العشاء. إيه، ممكن اطفالك ياخدوها في اللانش بوكس، ممكن تكونوا رايحين مثلا مسافرين ولا حاجه تاخدوها برضو إيه معاكوا صغيره. إيه، هي تاخدها في اي مكان، هي ده حلاوتها في كده يعني انك في اي مكان تاخدها معاك. شفت الفرشه إيه فردت اكتر وخلتها احلى عن المعلقه كمان اهيت. اهي. وكمان حته صغيره كده بتفرد على طول. تمام. اهي. هنحط بقى الجبنه القريش اللي على الزعتر تخلي طعمها تحفه في حته تانيه. اهيت. ما خدتش اي وقت. اهيت. هنحط الجبنه بالزعتر، الجبنه القريش بالزعتر، هنحط عليها كلها. انا بحب الجبنه القريش جدا، بتبقى مديلها طعم حلو قوي. اهيت. هنحط برضو، هنجيب دلوقتي بقيه المكونات، نحط مثلا فلفل اخضر. أنا المفروض الفلفل الاخضر ده نعمل له تشويحه بس انا ما بعملوش تشويحه، انا بحطه اخضر كده و... ونحط طماطم، وهنحط طبعا الجبنه، وهنحط الزيتون، وهتشوفوا الشكل في الاخر كده بعد ما حطينا اهيت. اهي. ونجيب الزيتون اهو، شكلها تحفه، بصراحه تحفه. انا بحط جبنه من اللي هي موتزاريلا على جبنه رومي، حبه في الاول وبعدين بحطها في الفرن شويه وبعدين احط كمان على وشها بيدي لها مطه جميله جدا برضه. اهيت. الجبنه اهيت الرومي على جبنه موتزاريلا اهي. وده الشكل الجميل، وهندخلها بقى الفرن تستوى ونطلعها نوريها لكم هي عامله ازاي اهي بعد ما طلعت. شوفوا الجمال، سندوتش وجري. شوفوا من تحت ومن فوق. شفتي؟ اه تفتحها تلاقيها حلوه مفتحه من جوه وجميله بقى، حط في اللانش بوكس في السفر في اي مكان خدها معاك. يلا لو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير وشجعي خوخه ويانا يا مرات اخوي. اهي شفت البيتزا عامله ازاي، ونشوفكم فيديو جديد مع مين؟